السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم ان شاء الله، انتم واولادكم تفرحوا وتتهنوا ان شاء الله. النهاردة ان شاء الله هعمل كفر للكنب. عندي دفايتين ملهمش يعني ما بستعملهمش يعني، فقلت اعملهم كفر للكنب اهو. بص كده زي الفل، بس انا ما بستعملهمش، عندي كتير يعني، فقلت ايه اعملهم كفر للكنب وهوريهولكم. انا عندي المكنه وبعمل كل حاجه بيتي محتاجها على المكنه، ما بطلعش حاجه بره. هذه المكنه وان شاء الله كل حاجه هعملها واوريها لكم ان شاء الله. وادي يا جماعه الطقم اللي انا قلت لكم عليه، الدفايتين اللي عملتهم كفر للكنب. بصوا بقوا حلوين ازاي وجمال ازاي. ادي الكنبه الكبيره، ادي كرسي صغير، ادي الكرسي، ادي كنبه تالته اهيت، كنبتين وكرسي. شوفوا الجمال، نفعوا ولا ما نفعوش؟ بس على فكرة انا عاملة الظهر ابيض، يعني ممكن يتفرشوا على الناحيتين اهو. ده قماش عادي ابيض عشان الدفايتين ما قضوش اهو. عاملاه من تحت هنا اهو. بصوا الشلت ابيض والمساند من ورا، بصوا اهو، والوش الدفايتين اهو اهو. جميل 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 اهو. بصوا الجمال. لايك بقى، وقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات عن الطقم الجميل ده. بصوا الشكل جميل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.